السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واغلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا كده في اسعد اوقات حياتكم. قبل اي حاجة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا بقى قبل اي حاجة انا حابة ارحب كده باتنين من المتابعات اللي عندي، سوسو حمد من السودان، وامنتوا بالله. الاكونت بتاعها اسمه كده امنتوا بالله. فبجد انتوا الاتنين انا على دماغي وعلى راسي، وشكرا ليكم على تشجيعكم وعلى كلامكم الحلو. بجد ربنا ما يحرمني منكم ابدا. وحاسه كده ان العيله الصغننه بدات تكبر، يعني 2 10 ان شاء الله 1000 مليون باذن الله. ده بفضل يعني تشجيعكم ليا، عشان كده عايزاكي تحطي اللايك وتكتبي لي كلام حلو وتقولي اسمك كمان في الكومنتات، عشان كل فيديو ان شاء الله هقول اسامي الناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوه. فشكرا ليكم وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. طبعا دلوقتي احنا بدينا الشتاء الجامد. الشتاء بقى خلاص وصل، مطر طبعا رعد الناس اللي برد، متابعاني عارفين الدنيا ان احنا برد مش قوي، بنبتدي درجة الروتين الحرارة بقت غير منخفضة لما جدا. نقول الدعاء وخلاص اللهم وصلنا بقى اخرجني لمرحلة من ان حولي احنا وقوتي الى حولك مش قادرين وقوتك. نتحرك من مكاننا الدعاء ده يا من جماعه البرد ليه فعلا، مفعول ده السحر حقيقة. معايا. مهما فلا كانت اتفرجي بقى عندي على الفيديو ده، ضغوطات، مهما كان هديك عندي شغل جرعة البيت نشاط، كتير، جرعة كده لازم بصي هتخليكي تقومي لما اول ما اقوله تشقلبي البيت. بحس خلاص ان انا الحمد فكملي لله معايا ربنا الفيديو بيعيني للاخر، وما وبيقويني. تنسيش اول اللايك ما تحس الجميل بتاعك، بالكسل كده في بدايه وتصلي على يومك النبي بقى وان انت كتير وراكي كتير حاجات كتير كتير، ومش عشان ان مش شاء قادره الله ربنا تعمليها، يرزقك الخير احفظي الدعاء والبركة ده في حياتك اللهم كلها. اخرجني من حولي والله وقوتي يا الى بنات حولك بقت اصعب وقوتك. حاجه دلوقتي ان انت واكيد تفتحي بدايه اي الشباك روتين تشيلي هنبتدي الغسيل معانا وتطبقيه بالغسيل، نشيل وتعينيه، غسيل ونطبقه وتجيبي وننشر غسيل غسيل مبلول ونحط غسيل في من الغساله الغساله دوره جديده. وتنشريه. ربنا يا رب يعني مش يديم قادره اقول علينا لكم صعب النعم ازاي، بس مفيش النعم حاجه صعبه بتاعته. علينا. هتقومي دلوقتي طبعا احنا تخلصي دلوقتي معانا الغسيل رمزة. بتاعك، ولو عندك قولهم غسيل ازاي عايز يكون؟ يتنشر قومي انشريه، لو عندك طب غسيل قولهم عايز لايك، يتطبق اتفضلي قومي طبقيه. قولهم لايك ليه؟ ودي اهم حاجه مش تبتدي عايزة بيها يا اليوم جماعة تقول بتاعك، لكم يعني حطوا قبل ما لايك. تفطري وقبل اي حاجه ظبطي الغسيل، لان فعلا لو دخلتي بقى في دوامه اليوم بتاعك مش هتخلصي، ولا هتعملي غسيل ولا هتعملي اي حاجه. فعشان الغسيل ما يتراكمش علينا، اول ما تصحي من النوم تقومي على طول تشوفي الغسيل بتاعك، سواء عايز يتطبق او عايز يتنشر. ده مهم جدا جدا يا بنات ليومك. طبعا احنا عارفين الدعاء اللي احنا هنقوله، وبالذات محتاجينه جدا في الجو ده. اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. الدعاء ده يا بنات بجد حلو جدا. الدعاء ده هيساعدك قوي قوي ان انتي تقومي تخلصي اللي وراكي، هتلاقي ربنا بيساعدك. والله العظيم بجد هتلاقي زي ما يكون كده يعني جواكي طاقة، وجواكي كده يعني روح حلوة قايمة بتخلصي اللي وراكي، وانتي مش كسلانة وانتي مش تعبانة. فمهم جدا جدا تقولي الدعاء ده، وخليكي كده قصاد عينك وافتكر ان انت تقوليه اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. في الاول وفي الاخر احنا ملناش غير ربنا، واحنا لا حول لينا ولا قوة، كله بامر الله. فانت لو هتقعدي بقى تحسبيها في حياتك وتحلي مشاكلك بنفسك كده وتبقي عايزة مصممة ان انت تحلي مشاكلك بنفسك، لا، في وقت كده من الاوقات لما تلاقيها عقدت خالص وما انتش قادرة تحلي اي حاجة، وكل حاجة متلخبطة حواليكي وانت حرفيا ما انتش عارفة تحلي حاجة، فسيبيها لله. طب اسيبها لله ازاي؟ قولي من قلبك اللهم اخرجني من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. دبرها انت يا رب من عندك، فهتلاقي ربنا بيحلها من عنده، لان فعلا احنا ملناش لا حول ولا قوة الا بالله. خلصنا بقى الغسيل، اهم حاجة بقى دلوقتي ندخل على تنظيف البيت. اول حاجة ببدأ بيها تنظيف الترابيزات. ترابيزة السفرة دايما بيكون عليها كتب، بيكون عليها اوراق، حاجات مهمة انا لازم احتاجها ولازم تكون قدام عينيا، فباحاول ان انا ارتبها ويكون شكلها نضيف قدامي، ما يكونش يعني ايه فاهمين، فيها اي حاجة متلخبطة. بعد كده بقى ايه باخد الترابيزات، شلت كل حاجة حطيتها في مكانها، يعني فاهمين، لو ورق بقى في الارض مكان ولادك، حاجات هدوم مرمية مكان اي حاجة، لميت كل حاجة. يا بنات بوريكم اهو ان انا شلت كل حاجة. امسكي مثلا ايه كل كنبة شيلي اللي عليها وعينيه ونفضي، تروحي للكنبه اللي بعدها تشيلي اللي عليها وتنفضي، تشوفي تحت الكنبه لو انت الكنب بتاعك مكشوف زي بتاعي كده تشوفي اللي تحته وتشيلي وتنفضي وتعيني. فاهمه؟ يعني امسكي كل ركن كده قدام عينك، انا هخلص دي هخلص دي هخلص دي، هتلاقي نفسك خلصتي المكان كله والمكان نضف حواليكي. هنا انا خلصت كل حاجه، حطيت كل حاجه في مكانها الصح، وما كانش فاضل قدامي غير اللي انا ايه
اكنس. وطبعا انتوا عارفين انا عندي مكنسه بس للاسف بايظه، وعماله بقى ما نصلحها بقى، فاهمه انتي جوزك اللمبه اللي هي محروقه بقالها 80 سنه مش هتتصلح. فانا ايه كل مره اقول لجوزي يلا هنصلح المكنسه، طبعا امال ان شاء الله حاضر ومش بتتصلح. انا عايزه اقول لكم ان هي بقالها 3 سنين بايظه، 3 سنين بايظه، وممكن يكون اصلا العطل اللي فيها حاجه بسيطه، بس بقى نقول ايه، يلا ربنا يهديهم. بصوا بقى هنا كنست البيت وده اللي انا طلعته، فكان لازم بجد ان انا اكنسه، لان فعلا بيلم تراب كتير، لان انا البيت على الشارع ودايما عارفين انا لو كنسه النهارده تاني يوم يطلع برضو بالكميه دي بجد. فالحمد لله رب العالمين، وربنا يا رب يديمها علينا نعمه، بس ربنا يدينا الصحه ويقوينا ونفضل على طول كده ننظف، مش مشكله، بس اهم حاجه ان ربنا يقوينا ويعيننا. بس كده يا بنات، فانا كده هنا كنست الارض. فبعد كده بقى ايه، هودي كل حاجه مكانها. طبعا الجزء اللي هو ورا الكنبه مش باين معاكم، بس ده جزء حاطه فيه ترابيزه صغيره، الاكياس دي فيها لعب الاولاد. فكل حاجه بقى دلوقتي هنا برجعها بقى ايه مكانها، لاني شلت كل حاجه، وشلت حتى السجاد اللي ورا الكنبه، لان حاطه برضو سجاده، لان انا في الشتاء ما بحبش البلاط يبان، تمام، بالذات لو عندك اطفال ولا حاجه حرام ان هم يلمسوا السيراميك، بالذات ان طبعا اولادنا ربنا يهديهم ما بيحبوش يلبسوا شرابات. فهنا بقى رجعت كل حاجه كده في مكانها، وظبطت كل حاجه حطيتها في مكانها برضو الصح. وبعد كده بقى جيت وفرشت السجاد، فاهمين، خليت المكان زي الفل حرفيا، طاقة إيجابية، انت عايش راحة هدوء نفسي، بالذات في الشتاء ده محتاجين تحس بالدفى. طب هتحس بالدفى ازاي؟ لما البيت بتاعك يكون نظيف. طب انا مش قادرة انضف، نضفي بس المكان اللي انت قاعدة فيه. لو انت فعلا ما عندكيش وقت، لو انت فعلا مش قادرة تنضفي، لو انت فعلا ما عندكيش طاقة، لا على الاقل المكان اللي انا قاعدة فيه واللي فيه تلفزيون واللي موجود فيه قعدتي دايما، لا المكان ده يكون نظيف ويكون ريحته حلوة، ده اساسي معانا. بس يا بنات كده فرشت بقى كده كل حاجة، وحطيت كل حاجة كده في مكانها الصح، وبجد كنت مبسوطة جدا بقى في اللحظة دي، كنت منشكحة قوي. بس كده، فبوريكم بقى الشكل بعد ما ظبطته وعملته. فقومي دلوقتي كده اتنشطي، قومي من تحت البطانية واعملي لنفسك كده كوباية حاجة سخنة، شاي اخضر بقى، اي حاجة سخنة كده، وقومي كده ظبطي المكان اللي انت قاعده فيه، ما تقعديش في مكان مكركب. اهم حاجه نفسيتك، نفسك، تشمي ريحه حلوه، وتكوني قاعده في مكان نظيف، ومكان مش مكركب. المكان اللي انت قاعده فيه والمكان اللي انت بتنامي فيه اللي هي اوضه نومك برضو لازم من الاساسيات اللي هي لازم تكون نظيفه. شايفين؟ هنا اهو بوريكم كل حاجه، وبوريكي بقى الدفى بقى، ان انتي بقى توطي الاضاءه وتفتحي اللمبه الصغنونه اللي فوق دي. شوفوا بقى انتي لو عندك اباجوره كده حلوه صغنونه تفتحيها جنبك، تمام. كل ده كان قبل الفطار، فدخلت وعملت طبق فاكهه. بصوا يا بنات، للامانه انا من زمان مش مهتميه بصحتي، بقى لي فتره كبيره جدا مش مهتميه بصحتي خالص، وحاسه ان انا يعني مزعله نفسي يعني فاهمين. لا بدأت ان انا دلوقتي ارجع اهتم ببشرتي تاني، اهتم بشعري تاني، بقى ليا روتين لبشرتي حتى لو بسيط وعلى قد امكانياتي، وفي نفس الوقت ليا روتين لشعري حتى برضو لو بسيط وعلى قد امكانياتي. بحاول دلوقتي ادور على الاكل اللي هو مهما يعني، انا ما اكدبش عليكم بلبخ في الاكل او بناكل الاكل الطبيعي اللي احنا كلنا بناكله، بس بقيت ادور دلوقتي لا لازم اشرب كوبايه الشاي الاخضر، لازم اكل فاكهه، لازم اكل فلفل اخضر، حاجات مفيده، لازم دلوقتي ان انا ادخل لجسمي حاجه مفيده. ليه الواحد بيكبر وتحس ان انت صحتك مش زي الاول، فاحنا ليه ربنا ادانا نعمه نحافظ عليها. فانت حاولي ان انت برضو فاهمه، كلي عادي، بس في نفس الوقت اشربي ميه كتير. انا بسبب اهمالي في شرب الميه لا حاسه انا تعبانه جدا وبشرتي مرهقه، كل حاجه فيا تعبانه، بسبب ان انا في الجو البرد ده بنسى اشرب الميه، بنسى حرفيا اليوم بيعدي عليا وانا مثلا ما شربتش ميه النهارده. فبسبب ده بدات احس بتعب، بدات احس باعراض
فاللي هو لا، الواحد لازم يفوق لنفسه، لازم تهتم بصحتك، لازم تاكلي كويس، اهتم ببشرتك، اهتمي بشعرك، فاهمه، اهتمي بنفسك، حبي نفسك. وده مش كلام انشا، احنا كلنا عندنا ظروف وحشه وكلنا عندنا مشاكل، بس عمر ما الظروف والمشاكل دي تمنعك ان انت تهتمي بنفسك وان انت تفوقي لنفسك. فحاولي بجد بجد ان انت تكوني كده منوره في الشتاء الجميل ده. بصوا هنا يا بنات في الجزء ده كنت بوريكم ازاي تقشري البرتقال بطريقة كويسة، او مش كويسة يعني بطريقة سريعة، من غير بقى ايه ما تقعدي يعني تقشري من البرتقال كتير. عارفين احنا لما بنقشر بالسكينة التقشيرة العادية، فانتي بتاكلي كتير من البرتقال كده، تحسي بقى في الاخر شكلها مش حلو. فهنا بعرفك طريقة حلوة قوي زي ما انتوا شفتوا كده، طريقة سهلة وبسيطة ومش متعبة ومش مرهقة، اسهل ما يمكن ان انت تقطعي بالبرتقال. طبعا احنا في موسم البرتقال ومحتاجين فيتامين سي بقى دلوقتي وعلى طول بناكله، فحلوة قوي الطريقة دي، هتساعدك ان انت تسرعي ايدك كده في تقشير البرتقال، وفي نفس الوقت البرتقانة بيكون شكلها سليم وشكلها كده حلو. فهنا قشرت كده البرتقانة دي. بعد كده برضو هجيب جوافة، فكان طبق مليان بفيتامين سي. مهم جدا جدا يا بنات ان احنا في الشتاء ده، مهم لبشرتك، مهم لصحتك، لشعرك. فيتامين سي ده من اهم الفيتامينات اللي بنحتاجها في الوقت ده. وعندك الجوافة والبرتقال الاتنين موجودين، فحاولي ان انت كده تجيبيهم وتاكليهم، واهتمي كده بصحتك واهتمي بنفسك، لان من الاخر كده محدش هيهتم بيكي غير نفسك. كلي كده بقى واتبسطي كده واستمتعي، وحاولي ان انتي الاكل الحلو والاكل اللي انتي بتستمتعي بيه ده تعمليه في وقت يكون محدش قاعد معاكي من ولادك، يعني او فاهمه، في وقت كده يكون رايق بمعنى اصح، ما يكونش وقت فيه ضغط وزعيق وانتي بتاكلي وانتي بتزعقي. ما ينفعش، انتي لو كلتي وانتي بتزعقي هتتعبي القولون بتاعك ويبقى قولون عصبي، وهتتعبي معدتك، فبلاش. هنا بقى كنت بعمل كده كوباية شاي، خلاص بقى فطرنا وبسطنا وخلاص، فكنت محتاجة ان انا اعمل كوباية شاي برضو نروق على نفسنا شوية. من اكتر الحاجات اللي بحبها ان انا اعملها وقت ما يكون المطبخ بتاعي رايق ونظيف، اعمل بقى كوباية الشاي العادي او كوباية الشاي الاخضر، كوباية جنزبيل بالليمون، حاجات كده بقى يا بنات، فاهمة؟ حاجات الشتاء. انت بقى بتحبي السحلب، انا بصراحة مش بحب السحلب، ده عيب فيا، انا معترفة. فحاولي كده ان انت فاهمه تعملي كده حاجات السخنه الدافيه كده، ومطبخك رايق ونضيف وجميل، هيفرق معاكي في نفسيتك جدا، لان زي ما بقولك كده اهم حاجه صحتك النفسيه، وان انت تهتمي ان انت تكوني رايقه وحلوه. يعني ايه مثلا ما عنديش مشاكل، لا كلنا عندنا مشاكل، بس اهتمي ان انت يكون مزاجك حلو، من الحاجات المهمه جدا. طبعا هزعل منك قوي لو انت وصلت لغايه هنا ومحطتيش اللايك بتاعك، فياريت تحط اللايك وتشجعني باللايك ده. انا نفسي يا بنات بقى القناه بتاعتي تكبر. هتكبر امتى؟ يعني كبرها لي بقى. اعملي اللايك وشير، بلغي صحابك، بلغي جيرانك عن القناه. مادام بتستفيدي ومادام بشجعك، مادام بتسمعي كلمه حلوه، يبقى لازم تشجعيني بقى، عشان انا نفسي قناتي تكبر ونفسي عيلتي تكبر. فشيري بقى القناة ووزعي كده فيديوهاتي كده على اصحابك، انا عندي اكتر من 200 فيديو، فلو سمحتم بقى يعني اقفوا جنبي بقى وشجعوني شوية. بس كنت حابة اقول لكم انتوا ما تنسوش بس اللايك. ومن الحاجات اللي اتعلمتها او ان انا كنت بعملها ونسيتها فترة، ان انت تستغفري ربنا كتير كتير. يعني امسكي السبحة بتاعتك واقعدي كده عدي كتير اوي استغفار. من الحاجات برضو اللي سمعتها من دكتورة، مش فاكرة اسمها بالظبط، هبقى افتكر اسمها واقوله لكم، ان انتي تقعدي تستغفري. لما تستغفري ربنا كتير ويكون ليكي ورد يومي من الذكر، لو دعيتي ربنا اي دعاء بعد كده الدعاء ده هيستجيب. فانتي كده اقعدي استغفري ربنا وصلي على النبي، وفاهمة خلي كده قلبك عامل بذكر الله.
طبعا الجريمة البشعة اللي كلنا بنعملها في الشتاء القرصة. كان عندي يا بنات قرصة وكان عندي كيك، فكانوا حلوين قوي بجد، وكنت مبسوطة قوي بيهم وهما خلاص خلصوا. بس بصراحة وجودهم خير قوي في البيت، من الحاجات المهمة قوي في الشتاء اللي لازم تكون عندك. بصوا بقى يا بنات، من جمال الشتاء وجمال الايام دي بجد ونعم ربنا علينا ان الفاكهه رخيصه جدا جدا جدا. يعني مثلا عندي هنا في بورسعيد كيلو اليوسفي او المندلين ب10 جنيه. فاهمه؟ انت لو رحت اشتريت حلويات لولادك هتبقى والله العظيم اغلى من كده. فانت لو جبت لهم كيلو يوسفي او كيلو مندولين ده افيد لهم 100 مره، افيد 100 مره بجد. مثلا الموز ب15 جنيه. عارفين انتوا احساس ان ايه؟ لا الحاجات دي افيد واحسن مليون مرة. مثلا البطاطا كيلو ونص ب10. حلوة جدا واوميجا 3 ومفيدة وكويسة جدا. فانتي بجد بجد ما تستخسريش ولادك الحاجات المفيدة دي. نعم يا روزي. بصوا بقى، هنا بقطع البرتقانة بطريقة سهلة جدا جدا، يعني انا منزلاها اصلا في الفيديو اللي فات، فيديو لوحدها. طبعا احنا دلوقتي بنقشر البرتقال طول الوقت وساعات في انت بتكسلي، فالطريقه دي مش هتخليكي تكسلي، وهتخليكي تقشريها من غير مثلا ايه ما تقطعي كتير من الثمره نفسها. لا، البرتقانيه تفضل زي ما هي محتفظه بشكلها. فحلو قوي، طريقه جميله جدا. عايزة افكرك، انت لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك، ويا ريت لو انت مش مشتركة اشتركي عندي في القناة عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. ويا ريت الفترة اللي جاية اقترحوا عليا مواضيع نتكلم فيها. بحب انا اوي المواضيع الاجتماعية، المواضيع اللي احنا بنتعرض لها كل يوم، المواضيع اللي بنحس فيها مشاكل كبيرة بنشوفها في جروبات كتير. فانتوا اقترحوا عليا كده موضوع نتكلم فيه ان شاء الله المرة الجاية، علشان كده الفيديوهات بتاعتنا تبقى متنوعة ومتشوقة اكتر. وشوفوا انتوا حابين برضو اقدم لكم النوع الروتين ايه، وانا معاكم في اي حاجة انتوا عايزينها. بس لغاية كده مش هطول عليكم اكتر من كده. فانت يا ريت لو وصلت لغاية هنا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، عشان انا نفسي بقى القناة دي تكبر بقى. تعبانة فيها بقى لي سنين كتير، ونفسي بجد ان انا افرح بيها وان انا الاقي ثمرة تعب ومجهودي. وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يا رب يجعل ختام السنة خير بإذن الله، ويشفي مرضانا ويجعلنا دايما مرتاحين البال، ويرجع لكم كده في احسن صحة واحسن حال يا رب. وكل اللي بيتمنى حاجة ربنا يرزقه. من هنا لنهاية الفيديو صلوا على النبي كتير واستغفروا كتير وكملوا الروتين للاخر، وما تنسوش اللايك بتاعي اللي هو الدعم بتاعي.